محمد، يا أمة محمد، سيد ولد آدم، نبيكم يراد. بسم الله. فالذود عن نبينا أغلى من كل شيء، هو مستقبلنا، هو حياتنا، فهو دنيانا، وهو آخرتنا. اليوم نعرف الصادق من الكاذب، نعرف الصادق من الكاذب. ما رأيناك يا حبيب القلوب ويا طبيبها، ولكن يعلم الله تشتاق الأنفس للقياك. محمد رسول الله، ووالله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. فارقوه يا عداه، كلنا اليوم فداه، واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه. أين صدقنا؟ أين صدق محبتنا؟ أين مواقف أمة المليار؟ لقد أجمع المسلمون على وجوب الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم وبذل الأنفس والأموال فداء له. ما رأيكم لو أن الذي استهزئ به ملك من ملوك العرب رئيس من رؤسائها؟ الجواب معروف. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. طعنونا في سيد ولد آدم، في الذي لولا الله ثم لولاه ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. طعنونا في الذي وجدنا ضلالا فهدانا الله به. طعنونا في الذي وجدنا عائلين فأغنانا الله به. طعنونا في الذي وجدنا متناحرين فألف الله بين قلوبنا به. طعنونا في الذي أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين. كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه، كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه. ألا لعنة الله عليهم أجمعين. سببتم رسول الله. أف لدينكم. الأيام بيننا يا عباد الصليب شقا له، وسنرى من تكون له العاقبة من الذي يضل سعيه في الدنيا والآخرة. ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه. اسمع أبناء السادسة عشر أرجل الرجال معوذ ومعاذ قال يا عم أين أبو جهل؟ سمعنا أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يفارق سوادنا سوادا، والله لا نجونا إن نجا. فانطلقا إليه كالسهم حتى أرضوه قتيلا ورجع للحبيب صلى الله عليه وسلم. كل يقول أنا قتلت عدو الله. تسأل التاريخ ينبي كيف أبصرت نداه، بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه، وانتهى ثم ابتداه. فمن لأعداء الله اليوم لبيك يا رسول الله. الخبر ما سيرى أولئك القوم لا ما يسمعون. الشباب والشيب والأطفال متعطشون للذب عنك وعن عرضك، وسيعلم أولئك أنك تركت رجالا، وسيعلم أولئك أي منقلب ينقلبون. حاربوه يا عداه، كلنا اليوم فداه. تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم يا أمة محمد. والله لن يضروك بأبي أنت وأمي، بل طبت وربي حيا وميتا. والله ما ضروا إلا أنفسهم، فلقد آذنهم الله بالحرب. والله ما ضروا إلا أنفسهم، ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك. لفضيلة الشيخ خالد الراشد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل في علاه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نعم عباد الله، محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا، والشاهد لا يكون إلا عدلا، والمبشر لا يأتي إلا بخير، والنذير لا ينذر إلا من محبة وخوف على من ينذرهم. يقول الله لنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عباد الله، ما قامت هذه المنابر ولا تشرفت إلا يوم أن كان أول من اعتلاها هو محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ووالله لا خير في هذه المنابر، ووالله لا خير في هذه المنابر إن لم تدافع اليوم عن أغلى البشر. كان إذا صعد المنبر هز المنبر هزة وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش، حتى يقول الصحابة: أواقع المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم. صعد المنبر وارتقى في سلم العبودية حتى وصل إلى سدرة المنتهى يوم أن أسرى به ربه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم. جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة ذرية النجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم. مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. ما أقسم الله بحياة أحد من البشر إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول ابن عباس: ما خلق الله وما درأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. إنه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، سيد ولد آدم ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيده يوم القيامة ولا فخر. اسمه محمد مشتق من الحمد، أي أحمد الناس لربه، وأبوه عبد الله من العبودية لله. وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم أن يقال عبد الله ورسوله، وهو الذي أتى بدين العبودية الخالصة. وأمه آمنة من الأمن، وقد أمنه الله على وحيه ودينه، كما كانت شريعته أمنا وسلاما. وحاضنته أم أيمن من اليمن والبركة، ومرضعته حليمة، وحليمة من الحلم،
وكلها صفات قد اكتملت في شخصيته صلى الله عليه وسلم. ولما كان خاتم النبيين فوجب أن تكون شريعته أكمل الشرائع، وأن تتوفر فيه صفات جميع الأنبياء والمرسلين. نسب إلى الشافعي رحمه الله قوله: ما أوتي نبي معجزة ولا فضيلة إلا ولنبينا صلى الله عليه وسلم نظيرها وأعظم منها. يا خاتم الرسل المبارك ضوءه صلى عليك منزل القرآن. سبحان من زكى سمعك وبصرك، سبحان من زكى سمعك وبصرك واصطفاك، سبحان من جعل أكمل صفات البشر في صفاتك وأكمل أخلاق البشر في أخلاقك. أنت الذي قال لك ربك وإنك لعلى خلق عظيم، وأنت الذي قلت عن نفسك أدبني ربي فأحسن تأديبي، وأنت الذي قلت عن نفسك أدبني ربي فأحسن تأديبي. يقول عنك حسان: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اعترف بعظمتك القاصي والداني، حتى الذين أنكروا نبوتك لم ينكروا عظمتك. وأنت لست بحاجة إلى شهاداتهم أو تزكياتهم. ولسنا اليوم قد اجتمعنا لنذكر صفاتك ومحاسنك وكريم أخلاقك، فإنا لا نشك أبدا في أنك سيد ولد آدم، وأنك أنت التقي النقي الطاهر العلم. عباد الله، آن الأوان ليعرف الصادق من الكاذب، آن الأوان ليعرف الصادق من الكاذب. آن الأوان أن ننفض أثواب الذل والمهانة. منذ عقود طوال ونحن نشرب كأس الذل والمهانة. أنت فلسطين وصاح أقصانا ولا مجيب، وتوالت الصيحات والأنات، ولو كانت صخور لاستجابت لتلك الآهات والصيحات. ولا زالت تتتابع علينا المصائب وتوجه لنا الشتائم والاحتقارات، من أذل وأحقر شعوب الأرض. لكن لماذا؟ لأننا لو احترمنا أوامر ربنا لاحترمونا، لأننا لو عملنا بكتاب ربنا ما أهانونا، لأننا لو سرنا على هدي نبينا ما أخافونا. قال صلى الله عليه وسلم مستحضرا مرضنا، قال صلى الله عليه وسلم مشخصا مرضنا: إذا تبايعتم بالعينة أي بالربا، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزر، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم. يوم أن كان المسلمون أعزة صرخت امرأة وإسلاما، فجيش لها المعتصم جيشا، وسير لها جيوشا لنصرتها. ويوم أن نقض نقفور كلب الروم العهد، أرسل له هارون رسالة فحواها: الخبر ما ترى لا ما تسمع يا كلب الروم. واليوم يوم أن تشربنا الذل والهوان، ماتت أحاسيسنا وماتت مشاعرنا. يسخر تجار البقر من رسولنا، يسخر تجار البقر من رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن نتدارس جدوى المقاطعة. وأغلى أمانينا أن يقدموا لنا اعتذار، أغلى أمانينا أن يقدموا لنا اعتذار. أي اعتذار؟ حتى الاعتذار طلبناه على ذل، لأننا استمرأنا الهوان. إن اجتماعنا اليوم في يوم جمعتنا ليس لقضية مقاطعة، ليست لقضية مقاطعة لحليب أو لأجبان. القضية قضية نكون أو لا نكون، القضية قضية نكون أو لا نكون. أسألكم بالله، ماذا سيقول علينا التاريخ بعد عقود من الزمان؟ خانوا الله وخانوا الرسول. محاوري ثلاثة، هذا نبينا، وما الذي أغاضهم؟ ثم أخيرا، هذا فعل المحبين. قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم رحمة، فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة. عند مسلم من حديث أبي هريرة قيل: يا رسول الله، ادعو على المشركين.
قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وفي حديث آخر أنا رحمة مهدأة، ولم تكن رحمته قاصرة على البشر بل حتى على الحيوانات. عند أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمررنا بشجرة فيها فرخة حمر طائر صغير كالعصفور، فأخذناهما، فجاءت الحمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرض تضرب بجناحها في الأرض، فقال: من فجع هذه بفرخيها؟ من فجع هذه بفرخيها؟ قال: قلنا نحن يا رسول الله. قال: ردوهما رحمة بها. قال: ردوهما رحمة بها ولها. فرددناهما إلى مواضعهما. الله أكبر. اشتكت له أم الفراخ، اشتكت له ورفعت له شكوى الظلم والجور لأنه حامل لواء العدل، وسماه الله رؤوفا رحيما. عجبا لهم، عجبا لهم كيف عميت أبصارهم عن تأمل هذه المشاهد وقراءة هذه الأخبار من حياة سيد الأبرار. يقول زيد بن أرقم: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة، فمررنا بخباء لإعرابي، فإذا ظبية غزالة مشدودة إلى الخباء، فقالت: يا رسول الله، إن هذا الإعرابي اصطادني ولي خشفان في البرية، يعني ولد الغزال، ولي خشفان، وقد تعقد اللبن في أخلافي، فلا هو يذبحني فأستريح ولا يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تركتك أترجعين؟ قالت: نعم، وإلا عذبني الله عذاب العشاء. فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تلبث أن جاء التلمذ، فشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخباء، وأقبل الإعرابي ومعه قربة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبيعنيها؟ قال: هي لك يا رسول الله. فأطلقها صلى الله عليه وسلم. يقول زيد بن أرقم: فأنا والله رأيتها تسيح في البرية وتقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وللخبر طرق أخرى عن أنس وأم سلمة وغيرهما. قاتلهم الله، صوروه ورسموه في أبشع المناظر والصور. قاتلهم الله، صوروه ورسموه في أبشع المناظر والصور، ما دروا أنه أحلى من القمر. اسمع أوصاف أغلى وأحلى البشر. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، ليلة مقمرة لا غيم فيها، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو كان في عيني أحلى من القمر. يقول كعب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وتقول الربيع بنت معوذ لمحمد ابن عمار بن ياسر، تقول له: لو رأيته، يعني لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لقلت الشمس في أبراجها طالعة. لو رأيته، يعني لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لقلت الشمس طالعة في أبراجها. ويقول أنس رضي الله عنه واصفا حبيبه صلى الله عليه وسلم: كان ربعة من القوم متوسط الطول إلى الطول أقرب، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون أمهر، أي أبيض مشرب بحمرة. ويقول جابر رضي الله عنه: كنت إذا نظرت إليه صلى الله عليه وسلم قلت أكحل العينين وليس بأكحل، مشرب العينين بحمرة. ويقول علي رضي الله عنه واصفا إياه صلى الله عليه وسلم، يقول: كان في الوجه تدوير، أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفاء، ما أحلاه وما أجمله. يقول أهل العلم: إن كان يوسف عليه السلام أعطي نصف الجمال، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أعطي الجمال كله. عن الحسن ابن علي عن خاله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع الجبين، أزج الحواجب، أي مقوس الحواجب، سوابق في غير قرن، أي حاجب تام طويل بلا اتصال بين الحاجبين، وبين الحاجبين عرق يدره الغضب، أي يمتلئ ذلك العرق دما إذا غضب، وما كان يغضب لنفسه قط، وما كان يغضب لنفسه قط.
إنما يغضب لحدود الله إذا انتهكت. يقول الحسن مواصلا وصفه لجده صلى الله عليه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم أقنى العرنين، أي طويل الأنف، له نور يعلوه، سهل الخدين، ضليع الفم أشنب. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، وكان إذا تكلم رؤي كالنور بين ثناياه. وذكر علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان ضخم الرأس واللحية. اسمع يا من تحلق لحيتك ولا تريد أن تتشبه بنبيك صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: أطلقوا اللحى، أسدلوا اللحى، أكرموا اللحى، أوفوا اللحى، لا تتشبهوا باليهود والنصارى. وكان شعر رأسه كما قال أنس رضي الله عنه بين الشعرين، لا سبط ولا جعد، بين أذنيه وعاتقه، يضرب من كبيه، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. يا الله، تأمله الصحابة تأملا وملأوا أعينهم منه وما كانوا يشبعون من رؤيته. دخل صلى الله عليه وسلم يوما على أحد أصحابه ووجده مغموما، فقال له: ماذا دهاك وما الذي أهمك؟ فأخذ المحب يبث أشواقه فقال: يا رسول الله، لقد أهمني أمر عظيم، وهو أننا نكون معك ونشتاق لك ويزيد شوقنا لك، فكيف إذا مت أو متنا وفارقنا؟ كيف إذا كنا من أهل الجنة وكنت أنت من أعلاها منزلة؟ كيف نراك؟ بل كيف لو كنا من أهل النار وحرمنا رؤياك؟ فبشره الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا: المرء مع من أحب. فهل نحبه حقا؟ هل نحبه حقا كما قال لنا صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الإيمان؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالديه وولده وماله والناس أجمعين. تأمل، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. اسمع يا مشتاق مزيد من الأوصاف للمختار. عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب رائحة من رائحته صلى الله عليه وسلم. ومع عرقه صلى الله عليه وسلم لأم سليم رضي الله عنها خبر من أجمل الأخبار. يقول أنس رضي الله عنه: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي نام لوقت القيلولة فعرق وكان كثير العرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسل العرق، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرق نجعله لطيبنا وهو أطيب الطيب. قالت: هذا عرق نجعله لطيبنا وهو أطيب الطيب. إي والله، لا يخرج من ذلك الجسد الطاهر إلا أطيب الطيب. في صحيح الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم في يوم بدر صف الصفوف، وكان بيده قدح أي سهم يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزية وهو متقدم في الصف، فطعنه في بطنه بالقدح وقال: استوي يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني من نفسك، أي اجعلني أقتص منك. فقال له صلى الله عليه وسلم: لك ما أردت، اقتص لنفسك. وعرض نفسه له، فقال: يا رسول الله، لكن بطني كان مكشوفا، فلا بد أن تكشف بطنك. فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: اقتص لنفسك يا سواد. الله أكبر، القائد الأعلى وقائد القوات المسلحة يعرض نفسه للقصاص لجندي من جنوده وأمام ومرأى ومسمع جميع الجنود. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: اقتص لنفسك يا سواد. فما كان من الجندي إلا أن اعتنق بطن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يمدغ وجهه ولحيته في بطنه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله، حضر ما ترى، يعني حرب وقتال، ولا ندري نحيا أو نموت، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك.
فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له صلى الله عليه وسلم بخير. عباد الله، استكمالا لوصفه صلى الله عليه وسلم لا بد من ذكر خاتم النبوة الذي في ظهره، فقد جاء عند مسلم من حديث جابر يقول فيه: ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. وفي وصف آخر عند أحمد من حديث عبد الله بن سرجس قال: ورأيت خاتم النبوة في نقض كتفيه الأيسر كأنه جمع فيه خيلان سود كأنها التلاليل. وفي وصف آخر: شامة سوداء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متراكبات كأنها عرف فرس. قالوا: والحكمة في الخاتم أنه آية وعلامة ذكرها الله في كتب اليهود والنصارى. وقالوا أيضا أنه لما كان قلبه صلى الله عليه وسلم ملئ حكمة وإيمانا كما في الصحيح ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكا أو درا. إنه معلم البشرية وهاديها، إنه معلم البشرية وهاديها، جمع القوة والعدل والشدة في الله، وكان ألين الناس وأرق الناس وأرحم الناس بالناس ومن أشدهم حياء، بل أشد حياء من العذراء في خدرها. أفلا يستحون أفلا يستحون وهم يصورونه بتلك المناظر الخالية من الحياء. قاتلهم الله أنى يؤفكون. اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم الكمال البشري الذي لم يجتمع لبشر سواه. واجه قومه بدعوة تتصدع من حول وقعها الجبال، ولقن قوى الشرك والظلم والطغيان دروسا لن تنساها مدى الزمان. يقول هرقل لأبي سفيان بعد أن سأله عنه وعن أخباره وعن صفاته، فلما استوثق منه ومن صدقه قال هرقل: لئن صدقت فيما قلت ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو كنت عنده لغسلت قدمي. كان صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أنه جاء لهذه الحياة ليغيرها وليصحح مسارها، وأنه ليس رسولا لقريش وحدها ولا إلى العرب وحدهم، بل رسول الله إلى الناس كافة. من الطفولة إلى 40 طهر ونقاء، ومن 40 إلى الممات جهاد ومضاء، كتاب مكشوف كأن الله يقول للناس: هذا رسولي إليكم. كتاب مكشوف من المحيا حتى الممات كأن الله يقول للناس: هذا رسولي إليكم. ما كذب على الله 40 سنة، ما كذب على الله 40 سنة قبل النبوة. أيعقل أن يكذب على الله بعدها؟ يوم أن تحمل الأمانة وكلف بالرسالة جاء إلى خديجة خائفا يقول: زملوني زملوني. فقالت بكل ثقة لأنها تعرف طهره وعفافه: والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. علمت رضي الله عنها أن من يتصف بهذه الصفات لا يخذل أبدا. فلما سمعت خديجة رضي الله عنها كلامه وطمأنته وهدأت من روعه، انطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر عنده من العلم ما عنده. فلما سمع كلام خديجة رضي الله عنها قال رحمه الله وهو خائف وجل: قدوس قدوس والذي نفسي بيده، لئن كنت صدقت يا خديجة إنه لنبي هذه الأمة. لئن كنت صدقت يا خديجة إنه لنبي هذه الأمة. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه ليأتيك الناموس الأكبر الذي كان يأتي لموسى عليه السلام، وإنك نبي هذه الأمة، ولتؤذين ولتقاتلن ولتنصرن بإذن الله. ثم قال ورقة: واسمعوا يا شباب. ثم قال ورقة: واسمعوا يا شباب، اسمعوا الشيخ الكبير الذي ذهب بصره، اسمع ماذا يتمنى. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني كنت فيها جذعا، أي ليتني كنت فيها شابا، والله لأنصرنك نصرا مؤزرا. ليتني كنت فيها جذعا، والله لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم أخذ برأس النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: ليتني معك حين يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة رحمه الله: ما جاء أحد
بمثل ما جئت به إلا عودي. وما لبث ورقة بعدها إلا قليلا، فلما تنزل قول الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، قال صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآيات: ولا زمان النوم يا خديجة، ولا زمان النوم يا خديجة. فجهر بدعوة الحق وهو الوحيد الأعزل، وقام بدين الله وبالدعوة إليه ما لم يقم به أحد، وأوذي في الله ما لم يؤذ قبله أحد، وقاس الاضطهاد والعذاب هو والأتباع، يقول لهم: صبرا إن موعدكم الجنة، يقول للأتباع: صبرا إن موعدكم الجنة. كل هذا لتحرير البشرية من وثنية الشرك والضمير وضياع المصير. قاس من أهل مكة ما قاس، آذاه أهله وأقاربه، ووصموه بالكذب والسحر والشعوذة، فما زاده ذلك إلا ثباتا ويقينا. ولما رأى أصحابه القلة القليلة يهانون ويعذبون ويضطهدون، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، وبقى في مكة وحيدا يواجه قوى الظلم والطغيان، فما وهن وما استكان. فلما رأوا ثباته ساوموه وعرضوا عليه الملك والنساء والمال، فجاهدهم بالقرآن. عرضوا عليه الملك والنساء والمال والسلطان، فجاهدهم بالقرآن كما قال الله وكما أمره ربه تبارك وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولما هددوه وتآمروا عليه قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فلقد سرت مسر النجوم همومه، ومضت مضي الباكرات عزائمه. فلما ماتت خديجة المثبتة له بعد الله، ومات عمه الذي كان يحميه، خرج للطائف يعرض عليهم عز الدنيا وشرف الآخرة، فاستهزأوا به وآذوه. فقال له أحدهم: أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط. وقال الآخر: والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة أبدا، لئن كنت رسولا لأنت أعظم شرفا وحقا من أن أكلمك. وقال ثالثهم قاتله الله: أعجز الله أن يرسل غيرك. فلما آيس منهم قال لهم: اكتموا أمري. فغدروا به وأغروا به صبيانهم وسفهاءهم، وقعدوا له صفين على طريقه، فأخذوا يرمونه بالحجارة، فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة، وهم يستهزئون ويسخرون. وخرج هائما على وجهه لم يفق إلا في قرن المنازل، يقول: بأبي هو وأمي. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فيها فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال وسلم عليه، ثم قال: يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال الرحمة المهداة: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. يا الله، أبعد أن آذوك وشتموك وأدموا قدميك ونالوا ما نالوا منك من السخرية والاستهزاء، تحرص على هدايتهم وإنقاذهم بدلا من تدميرهم وهلاكهم. سلوا مكة ورجالها، سلوا الطائف وجبالها، سلوا مكة ورجالها، وسلوا الطائف وجبالها عن عظمة سيد البشر والرجال. والله مهما تكلمت الأفواه أو سطرت الأقلام فستظل كأنها لم تبرح مكانها. فمن ذا الذي يستطيع أن يصف أو ينصف عظمة سيد ولد آدم؟ ومهما خطت له الصحائف وألفت المؤلفات عن شخصيته وحياته فإنها ستسكت على استحياء، لأنها لا تستطيع أن تستوعب بصفحاتها مهما كثرت جانبا واحدا من عظمته. فلقد بلغ الدجى بجماله وبلغ العلا بكماله، حسنت جميع خصاله فصلوا عليه وآله. يقول الله له مواسيا بعد أن ناله ما ناله من الأذى والسخرية والاضطهاد:
ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال سبحانه ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وها هم يسخرون ويستهزئون بك ميتا. تحملت السخرية وأنت حي وصبرت عليها وها هم يسخرون ويستهزئون منك ميتا. والله لن يضروك بأبي أنت وأمي بل طبت وربي حيا وميتا. والله ما ضروا إلا أنفسهم فلقد آذنهم الله بالحرب. والله ما ضروا إلا أنفسهم ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك. ولكنه امتحان وابتلاء لنا ليختبر الله محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك. وأنت الذي تحملت من أجلنا ما تحملت. فما الذي أغاظهم وجعلهم يسخرون ويستهزئون؟ هذا هو محورنا الثاني. عباد الله، بلد هناك في أوروبا يسمى بالدنمارك، بيننا وبينهم سفارات وتجارة ومبادلات، وبيننا وبينهم عهود ومواثيق. لا أذيناهم ولا استعديناهم لا من قريب ولا من بعيد، لكن ملة الكفر واحدة ملئت قلوبهم حسدا وغلا على المسلمين، وربنا أعلم بذلك وقد أخبرنا عنهم وكشف خباياهم وأسرارهم. قال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله عنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. سمعوهم كما سمع العالم كله عن الإهانات التي تقدم للمسلمين، ورأوا ردود الفعل لا تليق بمن عندهم عزة وكرامة. سمعوا عن فلسطيننا وأقصانا وكيف خذلنا أطفال الحجارة. سمعوا أننا خذلنا العفيفات في البوسنة والشيشان. سمعوا عن تطاول الصليبيين الأمريكان على ثرواتنا وأعراضنا في العراق. بل داسوا قرآننا وأهانوه، وما سمعوا منا إلا شجب واستنكار كما هي عادتنا. سمعوا اليهود يرددون ويقولون عنا: محمد مات وخلف بنات. سمعوا اليهود يرددون عنا ويقولون: محمد مات وخلف بنات. فأرادوا أن يأخذوا نصيبهم من القصعة التي تداعت عليها الأمم لما قذف الوهن في قلوبنا، فطعنونا طعنة أخرى في الصميم. وفي من؟ في سيد ولد آدم، في الذي لولا الله ثم لولاه ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. طعنونا في الذي وجدنا ضلالا فهدانا الله به. طعنونا في الذي وجدنا عائلين فأغنانا الله به. طعنونا في الذي وجدنا متناحرين فألف الله بين قلوبنا به. طعنونا في الذي أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين، وليسوا هم بأول من فعل ذلك، فلقد سبقهم من سبقهم ولم يجدوا من يرد عليهم كرد معوذ ومعاذ بن عفراء. تطاولوا لأنهم لم يجدوا من يرد عليهم كرد معوذ ومعاذ بن عفراء أبناء 16 اللذين خرجا يوم بدر بحثا عن أبي جهل. فلما صفت الصفوف يقول عبد الرحمن بن عوف: فإذا أنا بين صبية صغار فضاق صدري لأني أردت رجالا يحمون ظهري. فلما تكلم علمت أنهما من أرجل الرجال. قال: يا عم، أين أبو جهل؟ قلت: وماذا تريدان منه؟ قال: سمعنا أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت فماذا تفعلان إن عرفتما؟ قلت فماذا تفعلان إن عرفتما؟ قال بنبرة المحب الصادق الشجاع: والله إن رأيناه لا يفارق سوادنا سواده. والله إن رأيناه، والله لا يفارق سوادنا سواده، والله لا نجونا إن نجا. فلما ظهر له أنهما صادقين أخبرهما بمكانه، فانطلقا إليه كالسهم وخرقوا الصفوف وابتدروه بأسيافهما حتى أردوه قتيلا، ورجعا للحبيب صلى الله عليه وسلم. فان البشرى كل يقول: أنا قتلت عدو الله. فمن لأعداء الله اليوم؟ من لهم؟ ما الذي أغاظهم؟ ونحن الذين لم نتعرض لهم لا من بعيد ولا من قريب. يقولون نحن والآخر لا تستعدونهم، لا تطلبوا عداوتهم. فما الذي فعلناه؟ أغاظهم زيادة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم، رغم كل الاتهامات الباطلة التي اتهموا فيها الإسلام والمسلمين. هم ومنافقو هذا الزمان الذين يقيمون بيننا ويكتبون للأسف في صحفنا وجرائدنا ويخدمون مصالح الكفار. لا عجب، فلقد طعنا في ديننا وفي ربنا وفي ثوابتنا في هذه الأوثان التي تصدر عندنا. واستهزأ أهل طاش ما طاش، أطاش الله عقولهم. استهزأوا من قبل بالدين وأهله. أغاظهم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا زالت قادرة على رد اعتداءاتهم وإفساد مخططاتهم رغم مكر الليل والنهار من الداخل والخارج، رغم الخيانات ورغم كثرة العملاء الذين يعملون من أجلهم. أغاظهم المقاومة الجهادية الشرسة التي تفاجأوا بها في عراقنا. تناسوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد المجاهدين، وأن الشهادة في سبيل الله أغلى أمنية أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. تناسوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد المجاهدين. يقول علي: إذا حمى الوطيس لذنا بظهره صلى الله عليه وسلم يدفع عنا الرجال. علمنا أن الشهادة في سبيل الله أغلى أمنيات الصادقين. يقول هو بأبي هو أمي: وددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل، ثم أغزو ثم أقتل. وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. ومحمد كان أمير الركب يقود الفوج لنصرتنا. إن اسم محمد الهادي روح الآمال لأمتنا. أغاظهم رجوع آلاف الشباب في كل البقاع والبلاد وتمسكهم بهدي نبيهم رغم سمومهم عبر شاشاتهم وقنواتهم التي أوجدوها لإفساد أخلاق الشباب وتدمير روح الفضيلة في المجتمعات المسلمة. يا ويحهم، يا ويحهم، ما دروا أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أغاظهم والله أصحاب اللحى والثياب القصيرة وأصحاب القلوب الطاهرة والنفوذ الزكية الشم الأباه الذين يسيرون على خطى سيد المرسلين. أغاظهم أن كثيرا من الدنماركيين أعلنوا إسلامهم واتخذوا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا لهم. فباعتراف كل العالم الإسلام أكثر الأديان انتشارا في الأرض. الإسلام أكثر الأديان انتشارا في الأرض، ولا عجب، فهو فطرة الله التي فطر الناس عليها. أغاظهم أنه رغم حملتهم الشرسة على نساء المسلمين ونساء هذا البلد خاصة أن نساءنا وفتياتنا يأبين الانحلال والفساد والضياع. أغاظهم أن الحجاب لبس حتى في بلادهم، فأعلنت فرنسا حربها ضد الحجاب. أما علم أولئك وعملاؤه أن نساءنا هن حفيدات خديجة وعائشة وسمية وأم عمارة، وأن نساءنا يبدين رسولهن بأرواحهن قبل الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، يوم أن انقلبت الموازين وفر من فر، ثبتت كوكبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، من بينهم امرأة ضعيفة. ثبتت امرأة يا رجال،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التفت يمنه أم عمارة تذود عني، التفت يسره أم عمارة تذود عني. أقول: يا أم عمارة. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم عمارة، يا أم عمارة، من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ سليني، تمني يا أم عمارة. قالت: نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله، نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله، نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله. قال لها: أنتم رفقائي في الجنة. لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا صابرة رغم المكائد تخرج، وجريدة دنماركية خبيثة حكومية تعرض صورا كاريكاتيرية تصور فيها سيد ولد آدم بأبشع الصور، فتارة تصوره وهو يضع على رأسه قبعة فيها قنبلة، وتارة تصوره وهو يحمل خنجرا بين النساء، وتارة تصوره وهو يطارد النساء القصر، وفي أخرى يقول لأتباعه: ليس عندنا من الحور مزيد، وزادوا في وقاحتهم وصوروه على أنه ساجد وكلب على ظهره. لم تسلم حتى أمعاءه من سخريتهم واستهزائهم، فصوروا بطنه مرسوما وهو مفتوح ورسومات قبيحة في بطنه، وتمادوا يوم أن احتج المسلمون هناك وطالبوا برد اعتبار واعتذار، فجعلوها مسابقة مفتوحة لأحسن رسمة كاريكاتيرية. هم يسخرون ويستهزئون، ثم نتحدث نحن عن سماحة الإسلام. هم يسخرون ويستهزئون ونحن نتحدث عن سماحة الإسلام. أما قال الله عن محمد ومن معه: أشداء على الكفار. أما قال الله عن محمد ومن معه: أشداء على الكفار. والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام، وأمة لا تستطيع أن تدافع عن قائدها لا تستحق أن تنتصر على أعدائها. ولنبكي على أنفسنا وندعو الله ألا يجعل أجيالنا مثلنا، فقد رضعنا الذل والهوان يوم أن رضعنا من حليبهم المغشوش. وخير لنا أن نسير في الطرقات ونرتدي الخمار كالنساء، ولا أن يضحك علينا المخنثون من الغرب ويقولون: نحن نعبر عن آرائنا بمطلق الحرية. ما سمعنا أنهم استهزأوا بيهود أو هندوس. هل أصبح عباد البقر أخجل بالنار؟ أين صدقنا؟ أين صدق محبتنا؟ أين مواقف الحكومات الإسلامية؟ وأين مواقف أمة المليار؟ عباد الله، لقد أجمع المسلمون على وجوب الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم وبذل الأنفس والأموال فداء له، وحفظه وحمايته من كل من يؤذيه، وهذا أدنى ما له من الحق علينا، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بعضنا جبار في الجاهلية خوار في الإسلام. لقد أعلنوا الحرب والعداوة علينا، بدءا بكلبتهم الفاجرة ملكتهم الخبيثة التي ألفت كتابا عن مذكراتها وقالت فيها أنه لا بد من التصدي للإسلام، وأن المسلمين في الدنمارك كالغدة السرطانية. ألا قبح الله وجهها، لم يبقى إلا النساء الكافرات. أما رئيس وزرائهم أفجر الفجار فقال: إن لصحافتنا الحرية في التعبير عن آرائها وشعورها، ولن نوقف أحدا عن ذلك. ما أدري ماذا سيكون شعوره لو كان اليهود هم المعنيون. أما رئيس قضاتهم فرفض القضية المرفوعة من المسلمين ضد تلك الصحيفة. فالقضية عباد الله ليست قضية جريدة تسيء إلينا، لكن بلد كامل بصحفه وملكته ورئيس وزرائه. فماذا بعد هذا وماذا ننتظر؟ طارت
حكومات العرب على رؤسائها وزعمائها، ولم تغار على سيد البشر. ما رأيكم لو أن الذي استهزئ به ملك من ملوك العرب أو رئيس من رؤسائها؟ سأترك لكم الجواب، فالجواب معروف. يا أمة محمد، يا أمة محمد، يا أمة سيد ولد آدم، نبيكم يهان، فماذا أنتم فاعلون؟ ستقاطعون حليب نيدو وزبدة الأرباك؟ أهذا الذي استطعتم عليه؟ اسمعوا من خبر غيرة الصادقين. في يوم الحديبية أرسلت قريش عروة بن مسعود ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قريشا قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله تعالى ألا تدخل مكة عليهم عنوة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وأيام الله لك أني بهؤلاء الذين معك قد انكشفوا عنك غدا وتركوك. وكان أبو بكر رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: امصص بضر اللات، أنحن ننكشف عنه؟ قول وفعل. فقال: من هذا يا محمد؟ فقال: بأبي هو وأمي أبا بن قحافة، هذا الصديق. ثم أراد أن يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الحديد والمغفر. فلما مد يده قرع المغيرة يده بنعل سيفه وقال له: أمسك يدك عن لحية رسول الله، أمسك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله ألا ترجع إليه. قال عروة: ويحك ما أفضك وأغلظك. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة، لا قرابة لا حسابة. رجع عروة إلى قريش بعد أن رأى ما يصنع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مع نبيهم. كان لا يتوضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوءه، وما تنخم صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. هنيئا لهم والله. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذه. فرجع يقول لقريش: إني جئت كسرى في ملكه وقيصر والنجاشي في ملكهما، والله ما رأيت ملكا قط مثل ملك محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، فأنتم ورأيكم. هكذا كان تعظيمهم، هكذا كان تعظيمهم. فكيف هو تعظيمنا؟ أين نحن من سنته واتباع هديه ونصرة دعوته؟ اسمع اسمع حتى تعلم لماذا اختار الله أولئك الرجال لصحبة نبيه. اسمع اسمع حتى تعلم لماذا اختار الله أولئك الرجال لصحبة نبيه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال له خالد الهذلي يجمع الناس في مكة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم جنديا من الصادقين وقال له: يؤذيني خالد الهذلي، يؤذيني خالد الهذلي ويتطاول علي. فقال الجندي: روحي لروحك فداء، مرني بما تشاء، روحي لروحك فداء، مرني بما تشاء. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي، اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي. ما تردد الصادق ولا تلكى، ما قال اعذرني، ما قال المهمة صعبة، ما قال أرسل معي فلانا أو فلان، لكن قال مستفسرا: يا رسول الله ما رأيت الرجل قط ولا أعرفه. فقال صلى الله عليه وسلم: علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابه. كانت العرب تقول: خالد الهذلي رجل ب1000 رجل من شدته وبأسه. لكن أهل الإيمان لا يهابون إلا الجبار، لكن أهل الإيمان لا يهابون إلا الجبار. يقول شيخ الإسلام: ولا يخاف من المخلوق إلا من في قلبه مرض. فانطلق ابن أنيس الشاب التقي النقي حتى وصل إلى مكة، حيث أقام خالد الهذلي مخيما له في منى يجمع الناس لمؤامرته الدنيئة. فجاءه عبد الله بن أنيس عارضا خدماته ومساعداته، فالحرب خدعة، فقبله وأدناه
وكان ذو رأي ومشورة فقربه منه. وبعدها بأيام يسير هو وخالد الهذلي خلف الخيام، فاخترط عبد الله بن أنيس سيفه واجتز رقبة الرجل. هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فرجع عبد الله بن أنيس قافلا إلى المدينة بعد أن أتم المهمة يحمل رأس الكلب بين يديه. فلما وصل كان الوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الجندي قد أتم المهمة على أكمل وجه. فما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أفلح الوجه، ما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أفلح الوجه، خذ عصاتي توكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة، وقليل هم المتوكئون، خذ عصاتي توكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة، وقليل هم المتوكئون. فلما مات عبد الله بن أنيس أمر بتلك العصا أن تكفن معه في كفنه، شاهد وآية وعلامة أنه نصر الله ونصر الرسول. هذه أخبارهم، فما هي أخبارنا؟ هذه مواقفهم، فما هي مواقفنا؟ قال الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدقوا في حبهم لله ولرسوله فصدق الله معهم. منهم من اهتز عرش الرحمن عند وفاته، ومنهم من كلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، فقال تمنى يا عبدي، قال أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك، فقال له الله إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون، ولكن أحل عليك رضواني فلا أسخط عليك أبدا. منهم من غسلته الملائكة بين السماء والأرض، ومنهم من قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخبرني أنه يحبك، إن الله أخبرني أنه يحبك وأمرني بحبك. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة أقرئها من ربها ومني السلام، أقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أليس هم الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. يقول قائلهم من الكفار، يقول الإسلام دين لو كان له رجال، يقول الإسلام دين لو كان له رجال. إي والله ما كذب. اليوم يسيئون لإسلامنا وقرآننا ويشتمون نبينا، ثم يقولون لماذا أنتم إرهابيون؟ فماذا تريدوننا أن نكون؟ انبطاحيون مستسلمون. حرام في قوانينهم السخرية بالأديان إلا الإسلام، ويقولون عن الإسلام أنه دين الساقطين أخلاقيا، يقصدون بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن أين لنا بأمثال معاذ ومعوذ؟ أين لنا بأمثال ابن أنيس وأولئك الرجال؟ اسمعوا هذا الخبر ولنبكي سويا على أنفسنا. ذكر صاحب الدرر الكامنة في المجلد الثالث الصفحة 202 للتأكيد أن جماعة من كبار النصارى ذهبوا لحفل أمير مغولي قد تنصر، فأخذ أحد دعاة النصارى يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كلب صيد مربوط، فزمجر الكلب بشدة ووثب على الصليبي فخلصوه منه بصعوبة. فقال رجل منهم هذا لكلامك في محمد، فقال الصليبي كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير فظن أني أريد أن أضربه، ثم عاد لسب النبي صلى الله عليه وسلم بوقاحة أشد مما
أشد مما كان. عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع زوره، فوثب الكلب بعد أن قطع رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع زوره في الحال، فمات من فوره، فأسلم نحو من 40,000 من الوفود. غارت وغضبت الكلاب، غارت وغضبت الكلاب، فأين غضبتنا؟ اشتاقت لك الجمادات والأشجار يا حبيب الله، فأين أشواقنا؟ كان الحسن البصري رحمه الله إذا سمع حديث بكاء جذع النخلة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: يا معشر المسلمين، الجماد والجذع يحن إلى رسول الله، الجماد والجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تحنون أنتم إلى ذكراه؟ كان صلى الله عليه وسلم دائما يقول لأصحابه: اشتقت لي إخواني، اشتقت لي إخواني. فيقولون: ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، أما إخواني فهم الذين آمنوا بي وصدقوا بي واتبعوني ولم يروني. فماذا عسانا أن نقول له إذا ورد الناس حوضه وقال لنا: استهزأوا بي وشتموني وآذوني، فماذا فعلتم دفاعا عني وعن عرضي؟ هذه فرصتكم إن أردتم عز الدنيا وشرف الآخرة، فها هو باب الشرف فتح لكم على مصراعي لتنصروا الله ورسوله كما نصره الفيصل رحمه الله والشرفاء من قبله. أليس محمد صلى الله عليه وسلم قد نشأ وترعرع وانطلق بدعوته من هذه الأرض المباركة ومات فيها؟ فأين غضبتكم لله ورسوله؟ العالم كله ينتظر منكم موقفا يعيد للأمة كرامتها التي داسوها تحت الأقدام، قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتأدب غيرهم، وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. لن نقبل باعتذار من الصحيفة الفاجرة ولا باعتذار من كلبة الروم ورئيس وزرائها، ألا لعنة الله عليهم أجمعين. سببتم رسول الله، أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا، فإني وإن عنفتموني لقائل في دل رسول الله أهلي وماليا. أطعناه لم نعدله فينا بغيره، شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا. الأيام بيننا يا عباد الصليب، الأيام بيننا يا عباد الصليب، وسنرى من تكون له العاقبة ومن الذي يضل سعيه في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال الله: إن شانئك هو الأبتر، فكل من شنأه أو بغضه أو عاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. أليس الله هو الذي قال: إنا كفيناك المستهزئين؟ فالله كاف عبده، لكن الله أراد أن يبتلينا بصدق محبتنا لنبينا، فماذا نحن فاعلون؟ فالذود عن نبينا أغلى من كل شيء، هو مستقبلنا، هو حياتنا، فهو دنيانا وهو آخرتنا. اليوم نعرف الصادق من الكاذب، اليوم نعرف الصادق من الكاذب. ما رأيناك يا حبيب القلوب، ما رأيناك يا حبيب القلوب ويا طبيبها، ولكن يعلم الله كم تشتاق الأنفس للقياك. ووالله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين.
فدلك من يقصر عن فداك، فما شهم إذا إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. إن أحب أسماء المناداه لنا حين يقال لنا يا أمة محمد. إن أحب أسماء المناداه لنا حين يقال لنا يا أمة محمد، وحين ننادى بها نقول لبيك 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 يا رسول الله. والخبر ما سيرى أولئك القوم لا ما يسمعون. فالشباب والشيب والنساء والأطفال متعطشون للذب عنك وعن عرضك وعن التراب الذي وطأته قدميك. وسيعلم أولئك أنك تركت رجالا، وسيعلم أولئك أي منقلب ينقلبون. نحن لا نحتاجهم ولا نحتاج أبقارهم ولا حليبهم وزبدتهم، هم يحتاجوننا. قاطعوهم قطعهم الله، ولا تكن المقاطعة ليوم أو لأيام بل أبدا ما حيينا. لسان حالنا ما قال إبراهيم عليه السلام ومن معه لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يا تجارنا لا تخذلونا، يا أهل الصحف والجرائد والمجلات لا تخذلونا، يا أهل الشاشات والقنوات لا تخذلونا، يا ولاة الأمور يا ولاة الأمور يا خدام الحرمين لا تخذلوا أمة محمد. فليكن ولاؤنا لله ورسوله والبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وصفيك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اجز عنا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم لا تحرمنا رؤيته واتباع سنته ونصرة دعوته. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم من تطاول على نبينا بقول أو برسم فأخرس لسانه وشل أركانه واجعله عبرة للآخرين. اللهم وفق ولاة الأمور لنصرة الإسلام ونصرة المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. آن الأوان ألا تأخذنا في الله لومة لائم. آن الأوان ألا تأخذنا في الله لومة لائم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم انصرهم في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان والسودان وفي أوغادينيا وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم فك أسرانا وفك المعتقلين وفك أسرنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صاحبكم من الهندسة الصوتية والإخراج سلطان الشهري. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر. هاتف رقم 0389546697. فاكس رقم 0389542496. صندوق بريد 20597. الرمز البريدي 31952.
المملكة العربية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر خاص للمنشد أبو علي. حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه، واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه. حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه، واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه. كل باغ نال منه مشرعا فينا مداه، هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه. ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه. ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه. ضمها منه رداه، من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. أي روح وفؤاد ضمها منه رداه، من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. فاسألوا التاريخ يمضي كيف أبصرت نداه، بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه. فاسألوا التاريخ يمضي كيف أبصرت نداه، بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه. وانتهى ثم ابتداه. كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه، كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه. كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه، كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه. كان قبرا ثم أحياه نداه، قافلات النور سارت رحمة خلف حداه. كل قلب كان قبرا ثم أحياه نداه، قافلات النور سارت رحمة خلف حداه. هذا الإصدار برعاية موقع قافلة الداعية. قافلة الداعية، قافلة الداعية. هيا معا في ركاب القافلة، هيا معا في ركاب القافلة، فالشمس آفلة. قافلة الداعية بدأت بفكرة، انطلقت بثقة، وسارت بتوفيق الله. ندعوك أختي الكريمة لزيارة موقع قافلة الداعية www.qafila.com، الذي حرصنا أن تتضح فيه شخصية الفتاة المسلمة بعفافها واستقامتها وتميزها مع ثباتها على مبادئها. في قافلة الداعية مجموعة من أقوى الفلاشات الدعوية التي لاقت القبول بفضل الله، وما زالت الخطى مستمرة والتجديد قائم. في قافلة الداعية أجمل وأرق البطاقات، والتي تحمل نفيس الكلمات في مختلف الأبواب والموضوعات، صممتها لك أخواتك، وللقافلة هنا بصمات تميز. في قافلة الداعية مجموعة ضخمة من المقالات القيمة التي تلامس حاجات الفتاة الروحية والنفسية، تتلألأ بينها كلمات لمجموعة من المشايخ والأستاذات الفاضلات. فزورينا وضعي يدك بأيدينا لنحقق معا هدفنا السامي، تصحيح مسار الفتاة المسلمة في الشبكة العنكبوتية. قافلة الداعيات بإشراف فضيلة الشيخ خالد ابن محمد الراشد حفظه الله. هيا معا في ركاب القافلة، هيا معا في ركاب القافلة. الآن في التسجيلات. تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. انصر نبيك يا مسلم. اللهم انصر سنة محمد بن عبد الله في العالمين. اللهم زد ذكره رفعة وأعلي وزد في دينه علوا. انصر نبيك يا مسلم. والذي كرم محمدا وأعلى مكانته. بطن الأرض يحب إلينا من ظاهرها إن عجزنا أن ننطق بالحق وندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
وشلت سواحت أصوات سمعت عن تسطير أحرف للذود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبي ووالده وعرض محمد منكم فداء. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أنادي العقلاء هل يسمعون؟ ها أنا ذا أنادي الغيور فهل يجيبون؟ سب النبي صلى الله عليه وسلم ليس حدثا عابرا قامت به صحيفة دنماركية بالرسومات الساخرة التي تستهزئ بأعظم رجل وطئ قدماه الثرى، صورة آثمة وقحة وقاحة الكفر وأهله. ثم تأتي جريدة أخرى نرويجية تنكأ الجراح وتشن الغارة من جديد، تعيد نشر الرسوم الوقحة. ألا ساء ما يزرون. هكذا يفعل النصارى الحاقدون مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا سفهت أحلامهم. هلموا شباب النبي الأمين لنهدي الأنام السبيل المبين، فنهتك أستر عهد مشين ونحيي شعائر مجد دفين. ليس نبينا بالصورة التي رسموها ولا بالخلق الذي وصفوه، فوجهه عليه الصلاة والسلام هو الضياء والطهر والقداسة والبهاء، أعظم استنارة وضياء من القمر ليلة البدر، يفيض سماحة وبشرا وسرورا. وما كان عليه الصلاة والسلام عابسا ولا مكشرا، إنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأكرمهم وأتقاهم، كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم، ويأتي ضعفاءهم ويزورهم، ويعود المرضى ويشهد الجنائز. كان أشجع الناس، إذا احمر البأس اتقوا به في القتال. كان عليه الصلاة والسلام عفوا يغفر ويصفح. عليك السلام أجبنا نداك بنار ضرام، وقلنا يمينا لنجل الظلام. إن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون والله بنشر ضد السنة، لا تكون بنشر البدعة والضلال، لا تكون بنشر الفسق والمجون. أين نصرة رسول الله يا عباد الشهوات؟ يا عباد الشهوات أين نصرة رسول الله يا آكل لحوم الفضيلة وناشر لحوم العفن والرذيلة؟ أين الغيرة على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أصحاب القنوات الفضائية لماذا كل هذا التهاون وثوابت التزعزع؟ ألا يغيظكم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يؤلمكم النيل من عرض رسول الله؟ ألا تفيض أعينكم دمعا ويتفطر قلبكم دما إن لم يكن يا عباد الله نفوسكم شيء من ذلك؟ فوالله الذي لا إله غيره لستم بمحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد طلع عهد السبات المخيف، أنرضى وفينا كريم عفيف، فلن ننثني عن صراع عنيف، أو الموت أولى بشعر. فعذرا يا رسول الله، عذرا يا رسول الله، عذرا يا رسول الله إن تخاذلنا عن الدفاع عنه، فإن بعضنا مشغول بالأسهم المالية. عذرا يا رسول الله فإن المال أحب إلى قلوبنا من بعضنا. عذرا يا رسول الله فإن الأجبان الدنماركية أحب إلى بعضنا من الذب عنه. عذرا يا رسول الله فإن مصالحنا الدنيوية مقدمة عند بعضنا عليه. والله فإن الله ناصره، إن الله رافعه، إن الله معلن شأنه، وإن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان انصر نبيك يا مسلم لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. اللهم انتقم لنبيك، اللهم انتقم لنبيك، اللهم انتقم لنبيك، إنك عزيز ذو انتقام. لفضيلة الشيخ محمد آل عاطف الشهري. اللهم من خط رسما أو كتب حرفا به إساءة لدين أو إساءة لنبي أو استهزاء بشرع أو استهزاء بعبادك الصالحين، اللهم فشل منه أركان، اللهم فشل منه أركان، اللهم فشل منه أركان.